السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم طواجن البطاطا بالشكل الجميل اللي قدام حضراتكم ده. قد ايه ناعمة كده وكريمية وجميلة. شايفين الجمال؟ تقدميها بقى سخنة تقدميها باردة براحتك، بس في الجو البرد ده اكلها سخن بيكون رائع جدا. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا 2 كيلو من البطاطا، قشرتها قطعتها طبعًا وغسلتها بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، نزلت عليها بنُص كوباية من السكر، نزلت عليها كمان بكوباية من المَيّة، رفعتها على النار استوت لمّا بقت بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. بعد كده بقى بهرس البطاطس شوكة مضرب، بتبدئي بقى تهرسيها، لو عاوزاها بوريه خالص براحتك، عايزاه يكون فيها قطع كده براحتك أنتِ. في الوقت ده بقى لو أنتِ حابة تضيفي أي إضافات زبيب أو بشر، مكسرات، أي حاجة كده كقيمة غذائية، براحتك أنتِ. أنا حبيت بقى تكون إيه، سادة كده، وكان طعمها بسم الله ما شاء الله كان رائع جدًا. بعد بقى ما مليت الطواجن بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، جِبت بقى صينية تتسهِّل علينا كده مدخلي الفرن، حطيت فيها الطواجن بالشكل ده. بعد كده بقى بدأت أعمل البشاميل على البارد. حطيت هنا 5 معالق من الدقيق، نزلت عليهم بلتر من الحليب وورقتين من الفانيليا، قلّبت كُلّه كويس كده على البارد. بعد كده بقى رفعتهم على النار، طبعًا مع الاستمرار في التقليب. لمّا بدأ البشاميل يتقل كده، نزلت بمعلقة واحدة من الزبدة. طبعًا بتتأكدي إن الدقيق استوى لمّا بتلاقي الفقاقيع دي بانت بالشكل ده. بدأت بقى أطفي على البشاميل، وبدأت أضيف البشاميل للطواجن. طبعًا لمّا بتكتّري بشاميل كده بيدّيكِ طعم في منتهى الجمال. ضِفت للطواجن البشاميل لمّا بقى بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. في الوقت ده بتكوني مسخّنة الفرن على درجة حرارة 180، بتدخّلي الطواجن في حدود ربع ساعة كده تطلع معاكِ بالمنظر الجميل ده. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.